واحد السلام عليكم يا المتتبعين الأعزاء والغاليين على قلبي. أمامكم الشيخة أتراكس، وبطبيعة الحال شكون اللي ما كيعرفهاش الشيخة أتراكس اللي كتواجد حاليا في الخارج، يعني ما راهاش في المغرب. مشات بغا دير شي حفلات وعندها شي استعراضات تما. هاهي عارضين عليها صحاب الخارج توحشوا الشطح والرديح، هما يعيطوا على الشيخ طراكس باش تطيح ليهم تماك. المهم ما علينا. هي ما عندنا بها غرض صراحة، ولكن الأم ديالها بقات فينا. وقع لها واحد المشكل كبير وكبير بزاف. هاد النهار اش غنقول لكم، واحد الخبر راه داير بوم في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه الأم ديال الشيخ طراكس دخلات للمحكمة. تم الاعتقال ديالها بتهمة الله أعلم باش متهومة. فاش مشات الأم ديال الشيخة طراكس للمحكمة، ما عجبهاش داكشي اللي قالوا لها تما، وهي تجمع ليكم رجل الأمن بواحد التصرفيقة تا شاف النجوم بالنهار القهار. التصرفيقة سببت ليه بتهرس ديال النظر أولا كسر النظارات ديالو. بطبيعة الحال راه الأمن هذا ماشي اللعب، ها المخزن ما باعش اللعب. فاش هرست ليه النظيرات تم الاعتقال ديالها وراها في عكاشة أولا شي يقولوا داك الحبس اللي في مراكش. تم الاعتقال ديالها حاليا، والشيخة طراكس راها كتبكي وتنوح من الخارج. ما حيلتها تشطح لهادوك اللي تما، ما حيلتها تجي وتبكي على ميمتها اللي تم الاعتقال ديالها هنايا. صعيب الحال ملي كتعلق المسألة بالأم، راه ما كتبقاش عارف شنو كدير، ما كيبقاش بنادم مركز. إيوا نطلبوا الله يخفف عليها هاد الحزن هذا، وترجع وتلقى مهمتها خرجت من الحبس، وهادي دير لها الراس ما تعاودش تمد يدها على شي حد كما بغاو يكون نوعه.